السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي دفعة أولى بكالوريا 2027. شرحنا المرة اللي فاتت أول جزء عرفناه من تفاصيل المنهج الجديد، والنهاردة زي ما أنت شايف في الصمنيل الجزء الثاني. أتمنى تكون ذاكرت الجزء اللي فات ومش شرط يعني تذاكره ومش هتعمل فيه دكتوراه، احنا لسه كده كده هنبدأ في المنهج من أول وجديد وهندخل في تفاصيله وهنحل كل تكاته. كل اللي أنا طالبه منك إنك تعرف معايا المنهج بيتكلم عن إيه. من غير رغي كتير ما تنساش تدخل قناة الواتساب وكوميونتي الواتساب، هسيب لك اللينكات تحت في الوصف، وكمان تعمل سبسكرايب وتدعي لنا بالخير، ويلا بينا ندخل في الجزء الجديد. اول مساله معانا في الجزء الجديد عايزنا نشغل دماغنا اللي عليه تراب ده. بيقول لي قطعه ارض مستطيله الشكل ابعادها 40 متر و50 متر، يعني ده 40 وده 50. بيقول لي يا باشا نريد بناء ممرات متساويه العرض راسيا وافقيا بحيث تكون المساحه المتبقيه 1271 متر مربع. اوجد عرض الممر المطلوب. انا مش فاهم حاجه هندسه. بص يا سيدي، تعال نرسم رسم كروكي كده. ادي كده حته الارض، هو عايز يرسم ممرين متساويين في العرض، يعني العرض ده قد العرض ده، يعني احنا هناخد حته قد كده من قطعه الارض اللي معانا دي، اللي هيتبقى لنا ده هيبقى 1271. طب نعملها ازاي دي يا هندسه؟ الجزء ده اللي احنا شلناه ده اهو، مش هو قال لي متساوي العرض؟ يعني لو انا قلت ده اهي س وقلت ده اهي س، ما انا ما اعرفهاش، هو عايزها، هو عايز العرض بتاع الممر الحته دي. ماشي، احنا خدنا س كان فوق قد ايه اصلا؟ 50. اذا الحته اللي باقيه 50 ناقص س، ما احنا خدنا منها س. طب وهنا كان 40، لما ناخد منه س يبقى كام؟ 40 ناقص س. ايه المعلومات اللي انا عارفها؟ انا عارف مساحه المستطيل اللي جوه ده. طب ما مساحه المستطيل اللي جوه ده انا معايا طوله وعرضه، فين طوله وعرضه ده؟ اهو 50 ناقص س و40 ناقص س. اذا انا اقدر اقول 50 ناقص س في 40 ناقص س تساوي 1271. المغرب بيأذن، ردد الأذان الأول، ولو أنت لسه ما صليتش صلاة النهارده سيب اللي في إيدك وقوم صلي، ده خير عن عمل ينهى عن الصلاة. راح صلي وكيلكم. صلينا وجينا، اوعى تكون ما صليتش. يلا بينا نكمل. كنا واقفين فين؟ عند إن المستطيل اللي إحنا استنتجناه ده عارفين عرضه وطوله اللي هو 50 ناقص س و40 ناقص س بيساوي 1271. طب ما تيجي نضرب القوس ده في بعضه ونفكه. لو أنت مش عارف فك القوس، 50 في 40 ثم 50 في سالب س. 50 في 40 ادي الصفرين و5 في 4 ب 20. 50 في سالب س يعني ناقص 50 س. بعد كده ناخد السالب س في ال 40 وسالب س في سالب س. سالب س في 40 تبقى سالب 40 س. سالب س في سالب س بموجب س تربيع بيساوي 1271. جمع اللي زي بعضه مع بعضه. ادي س تربيع سالب س وسالب 40 دي سالب 40 س، سالب 50 س وسالب 40 س يبقى سالب 90 س زائد 2000. هات ال 1271 كمان الناحيه الثانيه هتبقى سالب 1271 بتساوي صفر. شيل ده من ده يرتاح ده عن ده، يطلع ده في الاخر ب 729 بيساوي صفر. حلل، ولو انت مش عارف تحلل فاستنى بالظبط ممكن نقول 5 دقايق في الفيديو هتلاقينا بنحلل وهتلاقيني بفكرك بكل التحليل. ادي يا باشا قوسين س وس. 729 ده انا عايز عددين حاصل ضربهم 729 ومجموعهم 90. تقعد تفكر ما تشغلش دماغك، الهندسه هفكر لك فيها خلاص. 81 و9 حاصل ضربهم 729 ومجموعهم 90. طب الاشارات، قال لك اشاره الحد المطلق موجب، يبقى الاشارتين زي بعض وزي اشاره الحد الاوسط. من هنا نقدر نقول ان السين بتساوي 9، او نقدر نقول ان السين بتساوي 81. يا هندسه انا كده طلع لي اتنين، اخد مين فيهم؟ لو فكرت اللحظه واحده، ال 81 دي لو انا جيت حطيتها هنا، انا اصلا الطول والعرض واحد فيهم 50 واحد فيهم 40، ال 80 دي جت منين؟ يعني انا هاخد جزء من 50 وال 40 دي 80، فطبعا دي مرفوضه. يبقى العرض المطلوب هو 9 متر. كده يا باشا حللنا له المساله. يجي برضو يفكرني بشويه حاجات في الاحتمالات انت كده كده خدتها وعارفها. مديني مجموعه شامله فيها عناصر للمجموعه ا وعناصر للمجموعه ب ومتقاطعين مع بعض، ويقول لي عايز عناصر المجموعه ا شرطه. ا شرطه دي كانت ايه؟ كانت مكمله المجموعه ا. تعالى الاول هنا نشعبول لي الكلام ونفهم مع بعض. ادي المجموعه ا اهي. فين مكمله المجموعه ا؟ هي كل المجموعه ش ده اهي.
ما عدا المجموعة ألف، زي ما هو كده. الموضوع أظن بسيط. نخش في المثال اللي بعده، برضه نفس المجموعة، مجموعة شاملة وهو عناصر ألف وعناصر ب. عايز عناصر ألف اتحاد ب. يعني إيه ألف اتحاد ب؟ يعني كل عناصر ألف وكل عناصر ب. أدي يا باشا ألف اتحاد ب. بس أنا عندي هنا مشكلة. أنا لو خدت كل عناصر ألف وكل عناصر ب، فالجزء ده هو هيتكرر معايا مرتين، مرة في عناصر ألف ومرة في عناصر ب. يبقى أنا أعمل إيه؟ أشيله أصلا، أشيل الجزء اللي فيه التقاطع ما بين ألف وب. أظن كده برضه الكلام واضح. واحد يقول لي هندسة، ما أنا لو شلته هيتبقى لي اللي هو الجزء ده، ما أنا هشيل اللي في النص ده. تعال شيله، هيبقى أنا فقدت جزء من المجموعة. هقول له لأ، أنا واخده مرتين، واخده مع عناصر ألف لما خدت دي، واخده مع عناصر ب. اذا انا خدت الجزء ده اصلا في هنا في مجموع عناصر الف وعناصر ب. نخش على طول على المثال اللي بعده. عايز عناصر الف تقاطع مكمله ب. تعال نفهم الاول. الف اهي، طيب فين ب؟ ب هنا اهي. مكمله ب فين؟ مكمله ب اهي. اذا ايه الجزء اللي بيتقاطع فيه عناصر المجموعه الف مع مكمله المجموعه الف؟ اهو يا باشا، هو ده الجزء اللي بيتجمع فيه ألف مع مكملة ألف، اللي هو الدايرة اللي متاخد منها الجزء اللي فيه التقاطع. طب أنا أوصف ده إزاي؟ أقدر أوصفه أقول له هو عناصر ألف فرق عناصر ب. يعني إيه فرق عناصر ألف فرق عناصر ب؟ يعني عناصر ألف ده هي كلها فرق الجزء اللي ب واخداه، مش ب واخدة جزء معايا هنا، أنا هشيله، هيبقى كده. هو ده يا باشا نون ألف تقاطع بشرطة. تعال نخش على المثال الأخير، برضه نفس المجموعات، وبيقول لي عايز تقاطع مكملة ألف مع مكملة ب. مكملة ألف فين؟ أدي ألف خلاص هنا أهي، مكملة ألف أهي اللي هي العناصر بتاعت ش كلها ما عدا الألف. كلام مظبوط. طب ومكملة الب؟ مكملة الب أهي، يبقى هم اتقاطعوا فين؟ اتقاطعوا في ش كلها ما عدا العناصر ده هي بس، دي بس اللي ما جاتش معانا. يعني هم اتقاطعوا في المجموعه الشامله كلها ما عدا الجزء ده هو اللي مش معانا. هو نون ش ناقص الف اتحاد ب كلها على بعضها. انا عايز دي، انا مش عايز غير الجزء ده هو بس اللي معايا. دي طبعا ملهاش لازمه، مش عايزينها دلوقتي. ويلا بينا نخش في اللي بعده، وهو حل المعادلات من الدرجه الثانيه. واحد يقول لي ده كان في المنهج القديم، انت ما تعرفش تدخل المنهج الجديد غير لما تراجع على حل المعادلات بتاع المنهج القديم. ويلا بينا على طول من غير رغي كتير ندخل في اول سؤال. بيقول لي حل المعادلات الاتيه. دي معادله من الدرجه الاولى، 3 س ناقص 5. نفتكر مع بعض الكلام ده ايام ابتدائي باين اولى اعدادي مش فاكر. كل اللي مضايقني هنا سالب 5 هنوديها الناحيه الثانيه، يبقى 3 س هتساوي 5. ايه اللي مضايق؟ السين، الثلاثه اقسم عليه هتطلع السين بتساوي 5 على 3. مجموعه الحل هتساوي 5 على 3. الأخضر ده أنت مش شايف؟ تعال نغيره يا باشا، ملناش غير إيه؟ بركة غير سعادتك. المسألة اللي بعدها معادلة من الدرجة التانية، س تربيع بيساوي 6 س. تعال اعدل مسألتك عشان نعرف نحل. يبقى س تربيع ناقص 6 س هتساوي 0. أعمل إيه هندسة من هنا؟ خد س عامل مشترك، تحليل بأخذ عامل مشترك. من هنا س، من هنا س تربيع على س يتبقى س، سالب 6 على س يتبقى سالب 6. من هنا أقدر أقول إن السين يا إما بصفر أو السين بتساوي 6. إذا مجموعة الحل بتساوي 0 و6. إحنا الكلام ده كله بنراجع على حاجات أنت خدتها قبل كده، أنا مش بجيب لك حاجات جديدة، ده كله مراجعة. طب بيقول لي حل دي س تكعيب زائد 27 بيساوي 0. كلام بسيط، هقول له س تكعيب بتساوي سالب 27. خد الجذر التكعيبي للطرفين، يبقى الس بتساوي سالب 3. ما هو سالب 3 في سالب 3 في سالب 3 يبقى سالب 27. س تربيع ناقص 9 بيساوي 0. هقول له الس تربيع بتساوي 9. خد الجذر التربيع للطرفين، يبقى الس هتساوي
3 وهنا تبقى جريمه. مش بس تاخد صفر، انت تاخد صفر في صفر. ايه اللي انا بقوله ده؟ ما هو هيطلع بصفر برضه. المهم قال لك يا باشا لما بتيجي تاخد الجذر التكعيبي لاي متغير ما ينفعش تاخد الجزء الموجب بس. امال اعمل ايه؟ لازم اقول له موجب او سالب 3. واحد يقول لي هندسه يعني انت قصدك ان جذر 9 لوحده كده بموجب وسالب 3؟ لا طبعا، جذر 9 لوحده ب3، ولكن احنا هنا في متغير، المتغير هو اللي خلاه يساوي موجب او سالب 3. خش على المساله اللي بعدها. تقريبا ده نفس المساله دي ولا ايه؟ لا يا باشا مش نفسها. ودي التسعه الناحيه هناك يبقى سالب 9، يبقى اخد الجذر س هتساوي جذر موجب او سالب جذر سالب 9 ويطلع لك هنا فخ. وفي حاجه اسمها سالب تحت الجذر؟ لا مفيش حاجه اسمها هندسه سالب تحت الجذر. انا عايز اقول لك ان انت السنه دي تعرف ان في حاجه اسمها سالب تحت الجذر، بس مش دلوقتي. في حاجه اسمها الاعداد التخيليه، احنا هنا بنحل في الاعداد الحقيقيه. في الاعداد الحقيقيه مفيش، يبقى مجموعه الحل بتساوي فاي. خش على طول في اللي بعدها. ايه المساله دي هندسه؟ تعال بس ريح المساله كده. س زائد 2 س ناقص 3 بيساوي صفر. ايه اللي مضايقك في المساله دي؟ السين اللي في المقام ده. لما اي حاجه مضايقاني في المقام بضرب فيها. اضرب المعادله كلها في س، يبقى س تربيع زائد 2 ناقص 3 س بتساوي صفر. اعدل مسألتك. س تربيع ناقص 3 س زائد 2 بتساوي صفر. حلل. س وس إشارة الحد المطلق موجب، يبقى الإشارتين بتوع الأقواس زي إشارة الحد الأوسط سوالب. عايزين عددين حاصل ضربهم 2 ومجموعهم 3 اللي هو 1 في 2. يطلع من هنا السين بواحد وتطلع السين باتنين، يبقى مجموعة الحل 1 و2. خش يا باشا في اللي بعده. المسألة اللي بعدها بيقول لي س تربيع ناقص 8 س زائد 15 بيساوي صفر. يلا يا باشا زي ما اتعودنا افتح قوسين. س وس إشارة الحد المطلق موجب، يبقى الإشارتين زي الحد الأوسط. عايز عددين حاصل ضربهم 15 ومجموعهم 8، يعني 3 و5 يساوي صفر. من هنا الس ب3 ومن هنا الس ب5، إذا مجموعة الحل هتساوي 3 و5. اللي بعدها على طول أول ما تقابل قوس فكه. يلا يا باشا فك لي القوس ده. س في س بس تربيع، س في سالب 5 بسالب 5 س. هات لي ال 14 دي كمان الناحية التانية، يبقى سالب 14 بيساوي صفر. افتح يا باشا قوسين س وس. الحد المطلق اشارته سالب، يبقى الاشارتين مختلفتين، والكبير هياخد الحد الاوسط. الكبير في مين؟ ما هو انا عايز عددين حصل ضربهم 14 والفرق ما بينهم 5 اللي هم ايه؟ 2 و7. اذا ال7 قلنا الكبير، يبقى هنا س هتساوي موجب 7 او س هتساوي سالب 2. مجموعة الحل سالب 2 و7 يا باشا. خش في اللي بعده. س تربيع ناقص 7 س ناقص 30. يلا يا باشا مقدار ثلاثي بسيط عادي. ادي الس وادي الس. اشارة الحد المطلق سالب، اذا الاشارتين مختلفتين. الكبيره بتساوي الحد الاوسط، ادي سالب موجب عددين حصل ضربهم 30 والفرق ما بينهم 7. 3 في 10 ب 30 والفرق ما بينهم 7، وقلنا الكبير بياخد اشاره الحد الاوسط. يطلع من هنا الس ب 10 وتطلع من هنا الس بسالب 3. اذا مجموعه الحل هتساوي سالب 3 و10. خش على اللي بعدها على طول. بيقول لي 2 س تربيع ناقص 3 س بيساوي 5. اعدلها يا باشا الاول قبل ما تحلل. ادي 2 س تربيع ناقص 3 س ناقص 5 بيساوي صفر. هنا اقدر احلل التحليل العادي؟ لا طبعا ما اقدرش، انا عندي في 2 مضايقاني هنا. هنحلل بطريقه المقص. ادي 2 س وادي س، ونبدا نجرب لحد ما نحلها. مثلا ادي ال5 وادي ال1. 2 س في 1 ب 2 س، والس في 5 ب5 س. 2 س ناقص 5 س تطلع فعلا سالب 3 س. حط اشاراتك. الحد المطلق اشارته سالب، يبقى الكبير ياخد اشاره الحد الاوسط. ادي سالب وادي موجب، يبقى 2 س ناقص 5 في س زائد 1 بيساوي صفر. نقدر نقول يا باشا من هنا 2 س تساوي 5، يعني الس ب5 على 2 والس زائد 1 هتساوي صفر، يبقى الس بسالب 1. إذا مجموعة الحل هتساوي سالب 1 و5 على 2. أظن كده إحنا لمينا التحليل وكلفتناهولك والدنيا تمام. يلا يا باشا نخش في اللي بعده. ونيجي نفتكر إن كان في حاجة عندنا اسمها قانون العام، كنا بنحل بيه لما ما نعرفش نحلل، وكنا بنحل بيه عموما لو عايزين نحلل أي شيء. القانون العام يا سيدي بيقول لك س بيساوي سالب ب موجب وسالب الجذر التربيعي ب تربيع ناقص 4 أ ج على 2 أ.
ايه الالف وايه الب وايه الجيم دي؟ تعالى يا باشا نقول لك. كانت المعادله بتتسمى الف س تربيع زائد ب س زائد ج. الف هو معامل الس تربيع، ب هو معامل الس، ج هو الحد المطلق. ماشي، ده كلام محترم. جه بقى يا سيدي قال لك ان في حاجه جديده لازم تكون عارفها، اسمها المميز. المميز ده ب تربيع ناقص 4 الف ج، ده اسمه المميز. المميز لايه؟ المميز لجذري المعادله. عندك 3 احتمالات للمميز ده، يا اما بيساوي صفر، يا اما اكبر من الصفر، يا اما اصغر من الصفر. طب انا هعمل ايه بالمميز ده؟ تعال نشوف. قال لك يا باشا لو المميز ده اكبر من الصفر، يعني من الاخر موجب، يبقى المعادلة اللي عندك دي لها حلان حقيقيان مختلفان. يعني ايه؟ يعني كده مثلا ده يا باشا الرسمة بتاعتك عندك حلين حقيقيين. طب ايه تاني؟ قال لك يا باشا لو المميز ده بيساوي صفر. يعني ايه بيساوي صفر؟ يعني لا موجب ولا سالب. اذا المعادلة دي لها حلان حقيقيان متساويان. يعني ايه حلين حقيقيين متساويين؟ يعني الرسمه بتاعتك هتبقى عامله كده او هتبقى عامله كده. ماشي، طب ايه تاني؟ قال لك لو ب تربيع ناقص 4 الف ج اصغر من الصفر. يعني ايه؟ يعني سالب. اذا هيطلع لك حلان غير حقيقيان مترافقان. يعني ايه الكارثه اللي انت بتقولها لي يا هندسه ده؟ الكلام المجعلص ده يعني ايه؟ ده يا باشا كان اول درس رسمي عندك في اولى ثانوي في المنهج القديم، وهو الاعداد المركبه، اللي هو بيتكون ما بين جزء حقيقي وجزء تخيلي، اللي اكيد هشرحه لك السنه دي حتى لو مش عندك، لانه مهم جدا جدا جدا. المهم يعني ان انت دلوقتي لحد اللحظه دي احنا هنتكلم على الاثنين دول لحد ما تاخد اصلا الاعداد المركبه. تعال نفهم بامثله، لان انا عارفك ما بتعرفش تفهم غير بامثله زي استاذك. حدد نوع جذريه المعادله الاتيه. مديني معادله 5 س تربيع زائد س ناقص 7 بيساوي صفر. قال لك يا باشا طلع الاول الالف والب والج. الالف هو معامل س تربيع ب5، الب هو معامل س ب1، والج هو الحد المطلق بسالب 7. واوعى تنسى حاجه مهمه تاخده بشرطه، سواء الالف ولا الب ولا الج. ماشي يا باشا، هات لي ب تربيع ناقص 4 الف ج هتساوي ب تربيع بكام؟ ب1 ناقص 4 الألف بكام؟ ب5 في الجيم بسالب 7. يبقى 1 ناقص سالب 4 في 5 بسالب 20. سالب 20 في سالب 7 بموجب 140. يطلع ده 141 أكبر من الواحد موجب، يعني حلان حقيقيان مختلفان. خش في اللي بعدها. س تربيع ناقص 2 س زائد 1. يلا على طول. ب تربيع ناقص 4 ألف ج هتساوي الب تربيع بكام؟ اللي هيقول لي 2 غبي. ليه؟ أنا عندي سالب 2 معامل س على بعضه. سالب 2 الكل تربيع ناقص 4 في الألف بكام؟ بواحد في الجيم بواحد هتساوي سالب 2 تربيع ب4 ناقص سالب 4 في 1 في 1 ب4 يطلع بصفر. إذا الجذران حقيقيان متساويان، وهنعرف نجيبهم بعدين لما ندخل في ايجاد جذري المعادله. خش في اللي بعدها. بيقول لي اذا كان جذري المعادله س تربيع زائد 2 ك ناقص 1 في س زائد 9 بيساوي صفر متساويان، اوجد قيمه ك. يعني ايه متساويان؟ يعني المميز بصفر. فين المميز؟ ب تربيع ناقص 4 الف ج هتساوي صفر. عوض لي يا باشا كده عن ب تربيع. ب تربيع فين؟ دي كلها ب تربيع. ما تيجي نفكها الاول كده. 2 في ك ناقص 1 يعني 2 ك ناقص 2. يعني انا عندي هنا 2 ك ناقص 2 الكل تربيع، ده اللي هو الب تربيع، ناقص 4 في ألف بكام؟ معامل س تربيع بواحد في الحد المطلق ب9 يساوي صفر. ماشي، فك التربيع يا باشا. قوس تربيع الأول تربيع 4 ك تربيع زائد التاني تربيع ب4 زائد الأول في التاني في 2 بإشارة القوس. 2 في 2 ب4 في 2 ك يعني 8 ك ناقص 4 في 9 ب36. ده كله بيساوي الصفر. جمع اللي زي بعضه مع بعضه. 4 ك تربيع ناقص 8 ك ناقص 36 ناقص 4 يعني 32. اقسم ده كله على 4. ما احنا عايزين نطير الأربعة اللي عند الكاف تربيع. يبقى الكاف تربيع ناقص 8 على 4 فال2 ناقص 32 على 4. 32 على 4 فال8 بيساوي صفر. عايزين عددين حصل ضربهم 8 والفرق ما بينهم 2، يعني كاف
وكاف اشاره الحد المطلق سالب يبقى اشارتين مختلفتين، الكبير ياخد اشاره الحد الاوسط. فين الكبير؟ ما هو الثمانيه دي 2 في 4 والفرق ما بينهم 2، ادي 4 وادي 2، يبقى الكاف من هنا ب4 والكاف من هنا بسالب 2. خش في المسألة تحتها، بيقول لي إذا كان جذري المعادلة س تربيع ناقص 2 س زائد م حقيقيان مختلفان اوجد قيمة م. يعني إيه حقيقيان مختلفان؟ يعني المميز أكبر من الصفر. فين المميز؟ وعامل س تربيع سالب 2 كل تربيع ناقص 4 في ألف بواحد في ج اللي هو م أكبر من الصفر. سالب 2 الكل تربيع يعني 4 ناقص 4 م أكبر من الصفر. وادي الأربعة الناحية التانية يبقى سالب 4 م أكبر من 4. اقسم على السالب 4 تبقى الميم أصغر من سالب 1. يعني إيه يا هندسة؟ ما احنا قسمنا على السالب 4، يعني دي هتروح من هنا تبقى هنا، بس الإشارة دي هتختلف، هتبقى أصغر. ما احنا قلنا لما بنقسم على عدد سالب إشارة التباين بتختلف. إذا الميم أصغر من سالب 1، يعني ممكن نقول إن الميم تنتمي للفترة من سالب ما لا نهاية لسالب 1، والاثنين مفتوحين عشان مفيش تساوي في التباين. اخر مثال معانا النهارده بيقول اذا كان جذري المعادله س تربيع ناقص 8 س زائد ا حقيقيان اوجد قيمه ا. يا هندسه انت كنت من شويه بتقول لي يا اما حقيقيان متساويان يا اما حقيقيان مختلفان، اشمعنى جيت دلوقتي وقلت لي ان هما حقيقيان وسكت؟ حقيقيان وسكت دي يعني ايه؟ يعني ممكن يكون المميز ده اهو ب تربيع ناقص 4 ا ج ممكن يكون اكبر من الصفر او ممكن يكون بيساوي الصفر. ما حصلش حاجه وما حصلش عيب وما حصلش جرم. تعال نحلها على كده. الب تربيع بكام؟ سالب 8 الكل تربيع ناقص 4 في معامل س تربيع بواحد ومعامل الجيم بألف اللي احنا عايزينه. مفيش مشكله. سالب 8 تربيع سالب 8 الكل تربيع ب 64 ناقص 4 ألف أكبر من أو يساوي الصفر. يعني سالب 4 ألف أكبر من أو يساوي 64. اقسم يا باشا على السالب 4 يبقى الألف أصغر من أو يساوي 64 على سالب 4 بسالب 16. وخلاص احنا عرفنا إن علامة التباين بتتغير. إذا الألف ينتمي للفترة سالب ما لا نهاية وسالب 16، ولكن السالب 16 فترة مغلقة عشان في يساوي في علامة التباين. وكده نكون خلصنا الجزء الثاني في تفاصيل المنهج الجديد اللي عرفنا منه شويه حاجات بسيطه لحد دلوقتي. لسه لما نعرفه بالكامل هنشرحه ومش هنسيب فيه فتفوته. وانا معاك السنه دي مجانا تماما على اليوتيوب من اول حصه لحد ليله الامتحان. في الامتحان مش هبقى معاك كده كده. ما تنساش تدخل جروب الواتساب وقناه الواتساب هسيبهم لك في الوصف. وما تنساش تعمل سبسكرايب وتبلغ كل زمايلك ان المحتوى هنا بيتشرح مجاني من اول السنه لاخر السنه. اشوفكم على خير الحصه الجايه والسلام عليكم.